مساء الخير، مساء الفل والياسمين على أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة هنعمل مع بعض، اللهم صل على سيدنا محمد، هنعمل مع بعض حواوشي. أحلى حواوشي، بس حواوشي من غير لحمة. لحمة غالية جدا، نعمل ايه؟ ما ناكلش، ناكل ونتصرف. وهنعمل ببديل حلو جدا وبديل مغذي جدا. يعني هنستبدل اللحمة بحاجة مغذية جدا ومفيدة جدا، ويعني قيمتها الغذائية ما تقلش حاجة عن اللحمة، يمكن تزيد كمان. أول حاجة معانا، اللهم صل على سيدنا محمد، فلفل عادي وحامي زي ما انت عايزة، وتوم، بصل، طماطم بالكميات اللي انت عايزاها. يعني انا حاطه اتنين كده من الفلفل، قطيتين بصلتين، كام فص توم. اللهم صل على سيدنا محمد. نضربهم في الكبة. هنا معايا الحلة دي حاطة فيها كام معلقة زيت، وديت بقى اللي انا حطيتها دي مهمة جدا، يعني ما ينفعش ما تحطهاش. دي حتة دهنة كده عشان تطعم لنا الحواوشي بتاعنا وتديله طعم حلو جدا، بما انه مفيهوش لحمة يعني. دي قطعة دهنة انا مقطعاها صغير كده. هننزل بقى عليها بالبصلاية اللي انا فرمتها. بعد بقى يعني سيحت شوية الدهنة، يعني سيحتها مع الزيت شوية، بس مش قوي قوي يعني. آه نزلت بالبصلة يعني عليها. اللهم صل على سيدنا محمد. وكمان التوم فرمته. الريحة بقى ما اقولكوش، لازم من حتة الدهنة ديت يا جماعة. يعني هي ما كانت عندي اخر حتة كانت صغيرة شوية، لو كانت اكبر كان يبقى اظرف كمان. وهنزل عليهم بالفلفل. تحطي بقى فلفل حامي، ما تحطيش فلفل حامي، حسب الرغبة بقى. بس طبعا فلفل حامي في الحواوشي يعني بيديله بقى حاجة كده، يوديه في حتة تانية خالص، بيديله طعم جميل. برضو الطماطمتين فرمتهم كده، عشان نروح بقى لبطل الموضوع بتاعنا النهاردة. دولت كده ياخدوا تسبيكة صغيرة مع بعضهم. ادي يا جماعة البطل بتاعنا النهاردة، البتنجان. البتنجان طبعا عارفين فايدته، عارفين انه فيه كمية حديد قد ايه، ومفيد جدا. قشرته كده زي ما انتوا شايفين، وقطعه واحطه في الكبة. وهفرمه، مش هفرمه بقى قوي يعني انعمه، لا، ضرب كده وضرب ضربة واقفل، ضربة واقفل، ضربة واقفل، عشان انا مش عايزاه ينزل ميته. دي نص بنجرايه صغيرة. عايزين تحطوها اوكي، مش عايزين تحطوها ممكن تستغنوا عنها، بس انا حطاها عشان اللون، وهتشوفوا دلوقتي هي تأثيرها هيبقى ازاي في اللون. انا حطيت كل البتنجان، ودي كانت اخر حاجة كنت بفرمها. ما كانش بقى فيها خلاص بنجر. زي ما انتوا شايفين كده البنجر ادى لون كويس قوي. نزلت بقى على الخلطة اللي انا كنت عاملاها. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين؟ والله العظيم حلو بجد، حلو فوق ما تتخيلوا. اللهم صل على سيدنا محمد. ملح وفلفل وبهارات لحمة وكزبرة، حاجة كده تحفة. شايفين المنظر بقى عامل ازاي؟ كأنك بالظبط عاملة آه كأنك كأنك بتعصجي لحمة. طبعا انا عارفة ان الحواشي ما بنعصجلهوش وبنحط اللحمة نية، بس ده علشان البتنجان لازم نعمل كده. حطيت معلقة مية كده في قلب الكبة عشان انزل الباقي اللي فيها. وهسويه كده، هسويه، يعتبر هسويه تسوية يعني. بس انا مش فارمة اي حاجة قوي يعني. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. دي كمية على فكرة، يعني ممكن هي مش باينة في التصوير، بس هي كمية اللهم صل على النبي حلوة، من يعني حوالي نص كيلو بتنجان تقريبا. كمية كويسة قوي.
بتشوفوا يا جماعة أنا دايما بعمل تلات حاجات كده، عشان احنا عددنا بس الموجودين في البيت، يعني بعد ولادي الكبار ما اتجوزوا، فاحنا تلاتة الموجودين، أنا وجوزي وبنتي الصغيرة. زي ما انتوا شايفين كده جبت 3 ترغيفة، فتحتهم، هدهنهم، بدهنهم من ورا الأول علشان أنا مش عايزة بعد ما، اللهم صل على سيدنا محمد، بعد ما ارصهم في الصينية اللي هدخلها الفرن مش عايزة أقلبهم تاني، عشان كده أنا بدهن الأول من ورا. لازم مسحة زيت كده بسيطة. بصوا بقى يا جماعة، هخلي الفتحة تبقى على فوق، الفتحة اللي أنا يعني بعد ما أحشيه عايزة الفتحة تبقى على فوق، عشان لسه في مكون تاني أحطه هيديله طعم جميل قوي قوي قوي. تحشيه بقى كويس وبتوزعي كويس جوه الرغيف زي ما انتوا شايفين كده. حشيت ال3 ترغيفة، وبعدين هدهنهم من بره، ولسه برضو ما حطيناش المكون بتاعنا اللي هيديله برضو طعم تاني جميل قوي وهيوديه في حتة تانية خالص. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. دهنة خفيفة كده عشان احنا عندنا كل حاجة مستوية، بس احنا ده يا جماعة المكون اللي قلت لكم عليه ديت عبارة عن بيضتين انا ضربهم كده وحط لهم شوية ملح وفلفل بسيط. ممكن تحطي البيض دوت عليه هيديله طعم جميل قوي، ممكن ما تحطيش بيض وتحطي جبنة، لو عندك جبنة مثلا اي نوع جبنة كده ممكن تحطي الجبنة هيديله طعم جميل جدا جدا، وخصوصا بقى لو كانت كمان جبنة رومي، وتكوني مقللة الملح شوية في البتنجان. اللهم صل على سيدنا محمد. تحفة تحفة والله يا جماعة، وبسيط واقتصادي زي ما انتوا شايفين كده. جربوه واعملوا في كمية صغيرة وجربوه شوفوا رأيكم فيه ايه. بس بجد انا لما عملته طبعا احنا المونتاج اللي بيتعمل دوت بيتعمل بعد يمكن تصوير بيوم باتنين، يعني اكلناه والولاد عجبهم جدا جدا، كل اللي دقوه عجبهم جدا جدا جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. طريقة جميلة واقتصادية. دخلوا بقى الفرن زي ما انتم شايفين كده، دخل الفرن يعني مفيش 10 دقايق كده اخد اللون الحلو ده، وخلاص على كده وخلصت الشغلانة. ايه رأيكم؟ حاجة بسيطة جدا. اللهم صل على سيدنا محمد. بعمل ايه؟ بغطي، يعني حطيته كله على بعضه وبغطيه عشان يبقى طري. هو طبعا طالع من الفرن يعني ناشف كده كريسبي شويه، فاللهم صل على سيدنا محمد لازم اغطيه شويه، وبعدين قسمته كده زي ما انتم شايفين. والله العظيم تحفه تحفه، جربوه مش هتندموا، جربوه في كميه صغيره، لو عجبكم يا ريت تقولوا لي ايه رايكم. تصبحوا على خير.